سر دكاترة الأسنان مش عايزينك تعرفيه عشان مش هتروحي لهم تاني. وصفة هتبيض أسنانك وهتخلصك من الإصفرار وكمان من جيل الأسنان نهائيا. وصفة طبيعية 100%، تنفع للرجالة وللسيدات. بجد هتخلي أسنانك تنور أول ما تفتحي بقك، وهتنضفلك كل بواقي الأكل، كل الإصفرار والجير والتسوس. ما تنسوش اللايك والمتابعة، وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ويلا بينا نبدأ على طول في وصفة النهاردة، واكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، وكمان قولوا لي بتتابعوني من أنه بلد. اول حاجة بنجيب طبق وبنبدأ ننزل بالمكونات. واول مكون معانا مكون طبيعي جدا بيبيض الاسنان بطريقة خيالية، وهو القشر بتاع الموز. بناخد الموزة وناخد القشر بتاعتها، وبنبدأ ان احنا ناخد القشرة نفسها، ناخد القشرة نفسها، وبعد كده بنضيفها على معلقة من معجون الأسنان، وكمان بنضيف معلقة من الكركم بتاع الطعام، أو الكركم اللي هو الصناعي، أو الكركم قصدي بتاع الوصفات. تمام، بتاخدي منه معلقة وتقلبي كل المكونات دي مع بعض لحد ما القوام بيتحول كده شبه المعجون. بتبدأي انك تاخدي الفرشة بتاعتك وتغسلي بيه أسنانك. وغسيل الأسنان ده بيكون مرة واحدة بس في الأسبوع، مش أكتر من كده. وباقي الاسبوع عادي بتغسلي اسنانك بطريقه عاديه جدا. جربي الوصفه دي، كمان تنفع رجاله وسيدات، حلوه جدا. لو انت مدخن بتشرب قهوه وشاي كتير وسنانك صفرة جدا، الوصفه دي هتجيب معاك نتائج رائعه جدا. وطبعا ما تنسوش تقولوا لي رايكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والمتابعه والشير طبعا لاي حد هيحتاج الوصفه دي.